يا احنا يا شربطات يا احنا الكوبايات يا احنا يا بلح بريمو يا احنا يتباع بالكيلو يا احنا يا بلح امهات يا احنا على عربيات يا احنا هيصة ولما هيصة والخالة والعمة هيصة عند العروسة كسكس وبلوزة عند العريس نفرح ونهيص واتدحرج وجري يا رمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبمناسبة العيد. طبعا في ناس كتير عملت الكحك. انا نازلة يعني بالفيديو بتاع الكحك ده متأخر شوية، بس على ما عملنا، لان انا عملت يعني الكحك والبسكويت انا وحماتي وعمتي كان يوم الخميس، والجمعة يعني كان عندنا عزومة وكده. وطبعا عملنا السبت اللي هو الفيديو فور والغريبة. فقلت بقى عايزة انزل كل يعني الفيديو كله شامل كل حاجة، يعني مش هنزل البسكويت والبوديفور لوحدهم وارجع تاني انزل البوديفور والغريبة لوحدهم. هنا بقى كنت عاملة الكيلو الدقيق 5 معالق نشا. حطي بقى ده كله على الجاف ريحة الكحك. وحطي كوب لبن بودر، يعني الكوب اللبن بودر ده احنا اول مرة نعملها، وبصراحة كانت حلوة. يعني الكوباية دي حطينا كوباية واحدة على الكيلو. والسمسم بقى حطيه كده في معلقة سمنة وخليه ياخد تحمير بسيطة، يعني متخلوش يتحمر منك قوي. وخمري بقى الخميرة على جنب بمية. خلاص انت كده حطيتي اللبن، علشان خاطر لما تيجي تنزلي بالسمنة طبعا بتبقى يعني قادحة وكده لسه سخنة، ما تضيعش فوران الخميرة. حطيها بقى بعد ما تحطي السمنة تكوني عاملاها كده على جنب في مية، وبعد كده ضيفيها. و50 جرام سكر بودرة. حطي بقى الكحك ما بتخمرش، يعني اعجني واعملي على طول العجينة، يعني اعمليها وكده الكحك يعني، وسوي على طول. يعني طريقة يعني امهاتنا زمان وجدتي وكده كان بيخمروه، بس دلوقتي بيقولك لا سوي على طول. وفعلا يعني احنا سوينا على طول، مسبناهوش بقى يخمر ولا غطيناه ولا كل الكلام ده، سويناه على طول وطلع حلو جدا مفيهوش اي حاجة. طبعا احنا قلبنا كل ده على البارد، بس محطناش الخميرة علشان هنا السمنة كانت لسه، يعني كنا لسه مسيحينها. فلما تيجي بقى نزلنا بيها كده على الدقيق والحاجات اللي احنا حطيناها، طبعا الخميرة ما تروحش، يعني فورانها ما يروحش. فضلنا بقى نقلب كويس كده. وبعد كده طبعا العجينة طول ما انتي بتعجنيها كويس قوي بتحلو معاكي وبتبقى يعني ده من نجاح طبعا العجينة. طول ما انتي يعني مش يدوب تقليبة بسيطة كده، لا تعجنيها كويس جدا يعني هتطلع معاكي حلوة. طبعا الكحك له طرق كتير، في ناس بتعمله على البارد، بس هي دي احسن طريقة. يعني البارد ما بيبقى دايب قوي ومبيبقاش يعني حلو زي ده. كده بقى خلاص كنا حطينا كل المقادير، فضلنا بقى نعجن فيها كويس قوي لحد ما العجينة تلاقيها خلاص بقت حلوة معاكي. بدأنا بقى ان احنا نقطعه. في بقى عملناه بالمنقياش، وفي عملناه بالطبعة، وعملناه طبعا بالعجوة والملبن والسادة، يعني شكلنا كده. طبعا الكحك والبسكويت والحاجات دي في البيت فرحة، يعني لو بتشتري جاهز او كده لا، فانتي تعمليه احسن. برضو لو انتي مكسلة تعملي او بتشتريه جاهز او كده او تعمليه في فرن، يعني تاخدي حاجتك وتعمليه في فرن، لا فاعمليه في البيت. حتى لو انتي مش قادرة انك تعملي مثلا كميات كتير 4 كيلو 5 كيلو او كده، لا اعملي حتى كيلو. حتى لو انتي لسه مش بتعرفي، عروسة جديدة مثلا لسه جديدة في الجواز، يعني زي حالاتي كده بقالي 3 سنين متجوزة وبرضه لسه في الحاجات دي مش قوي يعني. فبرضه جربي في كيلو، يعني كل حاجة اعملي كيلو من البسكويت، كيلو من الكحك، الغريبة والبوديفور اعملي نص، متكتريش. جربي واعملي. ولو حاجة طلعت معاكي حلوة اكتبيها وافضلي ماشية عليها. لقيتي مثلا في حاجة فيها غلط اعتمدي مثلا، شوفي ايه اللي انتي عملتيه غلط وصححيه المرة الجاية، يعني عادي يعني.
طول ما احنا عايشين بنتعلم يعني. طبعا العجوة اللي انا بحطها في الكحك دي مش عجوة جاهزة. العجوة الجاهزة مش حلوة جدا وشكلها اسود ويعني بتجيبيها غالية وخلاص. ده احنا بنجيب البلح اللي هو العجوة واحنا بنفصصه ونحط عليه شوية من السمنة او شوية من الزيت، تحطي سمسم كده واعمليهم بالكوباية، هرسيهم بالكوباية، بيتهرس معاكي ما بتاخدش منك وقت اصلا يعني. جهزيها قبلها. عايزه اقولك انها خلصت وجبنا تاني وعملناها واحنا قاعدين بنعمل الكحك، ما خدتش وقت. لكن التانية فعلا مش حلوة خالص وبتبقى سودة في قلب الكحكاية كده وبتبقاش حلوة. اما العجوة دي بقى بتبقى لونها فاتح كده غير التانية اصلا لما بتيجي تستوي اصلا في الكحك وتيجي يعني تقطعي الكحكة كده بتلاقيها ناشفة جوه. اما بقى اللي هو البلح العجوة لما بتعمليه بالسمسم والسمنة وتهرسيه انتي كده بيبقى حلو ولونه كمان وردي كده حلو، ومش يعني لونه ذهبي كده مش اسود، وبتسيح معاكي وبتبقى طعمها حلو جدا احسن من الجاهزة وبتبقى غالية على الفاضي. هنا بقى بدأنا البسكويت بعد الفطار، لان يعني عملنا الكحك وسويناه وكده كان خلاص يعني قبل المغرب بحاجات بسيطة على ما جهزنا فطار وفطرنا. بعد الفطار بقى عملناه. طبعا البسكويت ما بياخدش وقت، انتي بتعملي برضو بتسوي على طول ما بياخدش وقت. طبعا بتحطي للكيلو الدقيق 500 جرام سمنة ونص كوباية من الزيت 100 جرام يعني، واتنين ونص كوباية سكر بودر ونص كوباية لبن وخمس بيضات ومعلقة صغيرة ممسوحة من النشادر ومعلقة صغيرة بودر و50 جرام نشا او كاستر. يعني الكاستر برضو احنا حطينا كاستر وكان حلو برضو. دي مقادير البسكويت للكيلو الواحد. اول بقى كده ما عجناه وكده طلعنا بقى قعدنا في المدخل قصاد الفرن علشان يعني البسكويت بالذات عايزة كذا حد معاكي علشان يعني نبدل، لان يعني بتبقى عايزة تشتغل على طول لان اللي بتستوي على طول وحماتي كان بتسوي فكل شوية عايزة ايه صينية. طبعا عايزة حد سريع معاكي يعني شغل المكنة وحد تاني يقطع، كل شوية ايه بنغير، انا شوية عمتي شوية ابن عمتي شوية كده يعني بنساعد بعض. البسكويت اكتر حاجة عايزة حد يكون معاكي من ولادك وكده. ما شاء الله البسكوت والكحك والحاجات اللي احنا عملناها كلها ما شاء الله طلعت حلوة جدا، ومقاديرها والسكر وكل حاجة الحمد لله طلعت مظبوطة. طبعا لما تتعبي في الحاجة وتلاقيها حلوة فيعني التعب بيروح يعني. طبعا فيديو بقى لكيلو الدقيق برضو حطي 750 زبدة ورشة من الملح و250 جرام سكر بودرة. حطي بقى 2 بيضة كاملة و2 صفار بيض. بعد كده بقى حطي الفانيليا وضيفي بقى الدقيق. يعني هتحطي بقى الحاجات اللي هي الزبدة ورشة الملح والسكر البودر والبيض والفانيليا، وبعد كده ضيفي بقى عليهم الدقيق. طبعا عايزة تعملي شوية بالكاكاو خدي شوية من العجينة جزئية كده وحطي عليها معلقة او معلقتين من الكاكاو واعجنيها كده وحطي، عايزة حابة تحطي زبدة مش حابة خلاص عادي، وخليهم على جنب بعيد عن العجينة دي عشان تشكلي يعني تبقى بالكاكاو ومن غير. هو احسن حاجة ان البيضفور والغريبة والحاجات دي بتاخدش وما بتاخدش وقت غير يدوب بتعجنيها وتقطعي زي كده وحد يسوي وخلاص. هو الكحك والبسكوت حلو برضو في ان الكحك مبقاش يتخمر، انك برضو بتسوي على طول، والبسكويت برضو انك بتطلعي صينية تحطي صينية برضو ما يعني مش هقولك ما بياخدش وقت، هو اليوم بيضيع بس برضو يعني خلاص انت اول ما بتعملي وبتتشجعي خلاص يعني بتعملي بتلاقي مثلا نفسك خلصتي صاج بتدخليه الفرن بتعملي الصاج التاني كده يعني ورا بعض. انتي طبعا لما بتعجني العجينة ولقيتي مثلا انها مرقة شوية حطي شوية من الدقيق يعني حطي سنة صغيرة متحطيش كتير لحد ما تلاقي العجينة ماسكة نفسها كده وحلوة معاكي، يبقى كده خلاص مظبوطة. وكنت نسيت اقولكوا ان في يعني رشي برضو رشة من الملح على العجينة بتاعة الكحك. انا مش فاكرة قلت ولا لأ، بس هي تحطي برضو يعني رشة من الملح بسيطة وبودر ده طبعا على الدقيق قبل ما تحطي السمنة. هنا بقى خلصنا الفيديو عجنا بقى عجينة الغريبة. حطينا هنا حطينا كوبايتين من السمنة
يعني سمنة جامدة كانت في التلاجة يعني. حطينا كوبايتين وكوباية سكر ناعم وضربناهم في المضرب، وحطي بقى معاهم كيس فانيليا، خليهم بقى في المضرب لحد ما يعملوا فوم، 5 دقايق كده ولا حاجة. حطي عليهم 4 من نفس الكوباية اللي انتي بتعيري بيها، اعملي برضو بيها الدقيق، يعني عيري بيها السمنة والسكر، وحطي 4 كوبايات من الدقيق، و2 معلقة اللي هو الحليب البودر، ودخليها التلاجة نص ساعة. يعني بعد ما تعملي العجينة كلها وكده دخليها التلاجة نص ساعة. يعني عجناها وكده، وحطينا بقى العجينة بتاعت الغريبة في التلاجة، يعني تمسك نفسها شوية على ما عملنا العجينة بتاعت الغريبة. طبعا العجينة بتاعت الغريبة بتبقى ناعمة كده. هنا كمان بقى عملنا العجينة بتاعت الهنكشاير، عشان خاطر يعني لما نقعد نعمل الهنكشاير الأول، لما العجينة بتاعت الغريبة قعدت شوية في التلاجة، بعد كده عملناها بدل ما نقومش بعد كده نعجن تاني أو كده، فعملناهم الاتنين وعملنا دي ورا دي على طول. طريقة الهنكشاير: حطي بقى في العجان نص كوباية من السمنة، ونص كوباية من سكر البودر، ونص كوباية برضو من نشا، ومعلقة من البودر، وبيضة وفانيليا. كل ده خليه في المضرب لحد ما يعني في العجين لحد ما يعمل فوم. وبعد كده حطينا يعني كوباية ونص من الدقيق، وقلبيهم بقى كده مع بعض، وعجنيهم كده مع بعض لحد ما تلاقي العجينة مظبوطة معاكي. طبعا وهي طالعة من العجان كده مينفعش يعني نعجنها، بنقلبها بس كده، يعني نقلب الدقيق معاهم، مش بنعجنها، لحد طبعا ما بتلاقيها حلوة معاكي وبتبدأي تعمليها كده. اللانكشاير احنا بنعمله دواير صغيرة خالص، عايزة تضغطي عليها ضغطة بسيطة كده اعمليها، مش حابة خلاص هي يعني لما بتدخل الفرن بتتظبط. في الاخر بقى خالص يعني عملناهم بقى نوتيلا، حشيناهم نوتيلا. دي كان الغريبة برضو زيناها، حشينا طبعا الغريبة والبوديفور وكده، عملناهم يعني بتحشيهم نوتيلا وتحطيهم كل 2 مع بعض. حطي بقى معاكي مكسرات، جوز الهند، اي حاجه معاكي حابه تحطيها. هنا برضو كنت حاطه على الغريبه عين جمل، يعني التزيين يعني بيخليها شكلها حلو وبرضو بيدي في الطعم حلو. هنا كانت مكسرات، هنا بقى خلاص كنا خلصنا وهنزين. هنا كان مكسرات ومعانا جوز الهند والنوتيلا، طبعا كلنا بنعرف نزينها يعني. بنحط بقى ايه 2 مع بعض كده، وفي النص النوتيلا، وبنحاول بقى ان يعني مرة شوية عملناهم بالمكسرات وشوية عملناهم بجوز الهند. يلا بقى لو لسه محطتش اللايك حطي اللايك لو اول مرة تشوفيني، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده خلاص النهاردة يكون الفيديو خلص، واشوفكم على خير في فيديو جديد.